السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ جاي اعمل معاكم النهارده وصفة حمص الشام اهو. جايب ربع كيلو اهو. هغسله وانا نقيته اول. هغسله بقى وانقعه 4 ساعات، او لو بالليل نقعوه من بالليل. هنقعه معاكم 4 ساعات. وحمص الشام جو الشتاء طبعا، ومغذي وحلو وبيدفي، ودي تكه دفع حلوه، والاطفال بتحبوه والكبار بيحبوه. هنقعه اهوت معاكم يا حبايبي، وابقى اعملوا حمص الشام معاكم. وقبل ما ابتدي الوصفه تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. بيبقى غسلته وهنقعه معاكم اهو. ماشي. وما اجي اعمله هوريكم 4 ساعات وهشوف اهو يا حبايبي. الحمص اتنقع اهوت، وغسلته وشطفته وحطيته في ميه نضيفه وهعلق عليه اهو. بصليتين او بصليه وسط اهو. وفص واحد توم بس يدي نكهه كده وخلاص. وطماطمتين او 3 اهو بس، وهعلق عليهم وهوريهولكم اهو يا حبايبي. هروح احط التوابل بتاعته: كمون، كزبره، وشويه ملح بس يا حبايبي. ضربت لهم طماطمتين في الخلاط، هحطهم همت على الحمص وهحطهم واستوى واوريهولكم اهو يا حبايبي. عملت الطماطميه، ضربتها وصفيتها وحطيتها على الحمص وهو استوى كده. هنعمله الدقه بس، او شايفين لونه. ضربت الطماطم في الخلاط وحطيتها، بقت جميله. اللي كانت مسلوقه وحبايه تانية سليمه، واللي كانت مسلوقه برضو قشرتها وضربتها وحطيتها. شايفين ميته اهي جميله وفاتح وحلو قوي. استوى بقى، بصوا زي الزبده اهو. بقى زي الزبده اهو. اهو اهو. بصوا زي الزبده، بقى جميل. الف هنا وشفا اهو يا حبايبي. هنعمل الدقه بتاعت الحمص: ملح، كمون، آه كزبره، وشويه شطه، وشويه ميه حمص اهو. هنحطهم عليه عشان نعمل الدقه بتاعته. وهنا الليمون، وهنحطهم كده اهوت ونقلب مع بعض. الملح اهو، وهنقلبهم مع بعض. الدقه بنغرف الكوبايه ونحط. شايفين يا حبيبي الحمص مولع ازاي؟ ونغرفه مع بعض اهو. سخن مولع ويدفي بقى اهو. وهنغرفه مع بعض دلوقتي واوريهولكم اهو. شايفين. والميه بتاعته تحفه، وريحته وطعمه جميل اهو يا حبايبي. الدقه اهي، وهنحط عليهم اهو كده. واللي عياله عنده بتحبش الحراق ما يحطش، يحط له من غير شطه اهوت. والف هنا وشفا يا حبايبي. ودي الحمصيه جميله اهي، وتحفه وجميل، والف هنا وشفا وسهل وانضف من اللي بره يا حبايبي. زي اللي جاهز اهوت. طعمه جميل وطعمه حلو ونضيف، وما خدش وقت وما خدش حاجه، ومغذي واطفال ليكوا وللكبار، وحاجه نظيفه في البيت. وما تنسوش تصلوا على الرسول، واشوفكم فيديو جديد.